بلاء وأمور تنكرونها. ما هو السر في عافية القرن الأول؟ وما هو السر في بلاء المتأخرين؟ الفتن منذ كسر قفل باب الفتنة ألا وهو عمر رضي الله عنه، وهذه الأمة لم يرفع منها السيف. بلاءات وكوارث ومحن، لكن الفرق بين جيلنا والأجيال المتقدمة التي وقع فيها البلاء أن الدين كان ظاهرا مع البلاء الأول. كان الدين ظاهرا، وكان الأمراء يتدثرون بالدين ويقربون أهل الفضل والعلم، والعلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. متى أصيب الجهاز المناعي أقل مرض يقعد صاحبه. العلماء هم ضمير الأمة وهم الملح. كانوا قديما يأمرون الحكام وينهونهم، وكان العلماء كثيرون، كان العلماء كثيرين آنذاك، وكثرة العلماء تعطي الحق قوة. تصور لو أن رجلا واحدا في بلد كهذه البلد وأراد أن يجهر بالحق في مقابل الألوف من أهل البدع، ماذا يفعل هذا الواحد؟ إنما لو كثر أهل العلم يدخل أهل البدع الجحور، يخافون من كثرتهم، لأن بقاء العالم وحده محنة. قال عباس ابن عبد الله الترقفي: حضرت مجلس سفيان بن عيينة يوما. سفيان بن عيينة شيخ الشافعي وأحمد، وكان إمام أهل مكة. قال فيه الشافعي وفي مالك: لولا سفيان ومالك لذهب العلم بالحجاز. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا فيه آلة الفتوى كسفيان، وكان من أكف الناس عن الفتوى، ومناقبه كثيرة. قال: جلست أو حضرت مجلس سفيان بن عيينة يوما، فقال: أفيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن ربيعة؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. فبكى سفيان طويلا،
ثم أنشد قائلا: خلت الديار فسدت غير مزود، ومن الشقاء تفردي بالسدد. من الشقاء أن يبقى وحيدا وقد مات أسنانه، فموت العلماء من أكبر المحن، وبقاء العالم وحده محنة كبيرة جسيمة لا يعرفها إلا العالم. فكيف إذا بقيت في خلف كجلد الأجرب، كما أنشدت عائشة رضي الله عنها: هذا البيت ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. المحنة التي نعيشها الآن محنة جسيمة كبيرة، وبلاء يتبع بلاء، ولا يوجد من أهل العلم على الرسم الأول إلا الفرد بعد الفرد. الأحداث التي تمر بها أمتنا الآن أحداث كبيرة جسيمة